السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض برجر حلو جدا. اولا عايزة اقول لكم اهم حاجة، طبعا الفيديو ده للنباتيين فقط، الناس اللي بتحب الاكل اللي هو ما بتحبش اللحوم. تمام. عايزة اقول لكم بس طبعا في كمية حاجات مفيدة حلوة جدا جدا. انا من الناس النباتيه على فكره، يعني ماليش في اللحوم قوي، وممكن ما اسالش فيها اصلا. بحب الاكل الشعبي، بحب الاكلات اللي هي ممكن النواشف، بحب الحاجات اللي ممكن تكون زي البرجر بحاجات اقتصاديه بالشكل ده. انا بصراحه من الناس ديت. حاسه ان انا اتكلمت معاكم كتير، صلى على رسول الله. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. يا ترى ايه هو بقى برجر نباتي؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه هي المكونات بتاعتنا. حاجات سهلة وبسيطة. وبصوا البرجر بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تفتح النفس. وهقول لكم رأيي في آخر الفيديو إن شاء الله. ما يحلى الكلام إلا بذكر الله. قبل ما ندخل على الوصفة على طول، أحب أقولك لو أول مرة تشوفي قناتي يشرفني إنك تفعلي الجرس ليظهر لك كل جديد. صلي على رسول الله ونشوف المقادير وطريقة التحضير. ايه رأيكم؟ انا بغريكم يا جماعة، بغريكم قبل ما ندخل كده على الفيديو عشان تشوفوا الجمال والحلاوة دي كلها من ايه. صلي على رسول الله. معايا هنا تمن من الحمص وتمن من العدس. عايزة اقول لكم انا هنا كنت بجرب الوصفة عشان لو عجبتني اكمل، ما عجبتنيش يبقى حلو قوي كده. سبت بقى الحمص، طبعا انا نقعته لمدة حوالي 5-6 ساعات، وسبتهم زي ما احنا شايفين كده على البوتاجاز. سبتهم يتسلقوا وسبتهم يتصفوا كويس جدا. وبعدين ضفت كده في الكبة زي ما احنا شايفين، ضفت الحمص وبعدين اضيف العدس. بس عايزه اقول لكم حاجه بقى، خلي بالك ما تعمليش زي في اللي انا عملته ده. يعني اعملي الحمص لوحده والعدس لوحده وبعد كده اخلطيهم على بعض، لان بصراحه خد وقت مني شويه. وهنا معايا بطاطسايه سلقتها برضو وضفتها اهو بالشكل ده. بطاطسايه تكون وسط كده او صغيره لو هتعملي نفس الكميه. كمان هضيف بصلايه. احب اذكرك انك تذكري الله. وهنا بقى بضيف التوابل بتاعتي، هضيف ملح وفلفل وكمون، وهضيف كمان اهم حاجه في الوصفه، هضيف كمان معلقه من ايه، توابل البرجر. دي اللي هتخلي الوصفة بتاعتك ما شاء الله. وكمان هضيف معلقة من البابريكا عشان تدي لون كده، يعني تدينا اللون كده بتاع اللحمة شوية. وكمان هنشوف مع بعض واحنا بنشكل البرجر هيبقى تحفة. وعايزة اقول لكم كمان العدس مفيد جدا والحمص مفيد جدا، يعني الحاجات دي كلها مفيدة وتنفع للأطفال جدا. دي معلقة البابريكا. ضفت شوية كمان قلت عشان بس تدينا اللون. وهضيف بقى اهو التوابل بتاعه البرجر. هتجيبي كيس كده من العطار، قولي له عايزه خلطه برجر. عايزه اقولك الريحه والطعم، يعني انتي بتعمليها كده هتلاقي ريحته، بصي برجر يعني مش محتاجه كلام. وهخلط بقى ايه، هشغل بقى الكب عليهم. بس بصراحة تعبتني شوية في ان انا حطيت كله مع بعضه، كان عايز كل حاجة لوحدها وبعدين اخلط كله على بعضه. بصوا لاني بفتح كده وببص عليها وبعمل بالمعلقة عشان انزل كل المكونات. لكن بصراحة يعني بقيت اعمل فيها كتير. طيب انت بتعملي فيها ويعني بتضربي وبرضو مفيش اي تفاعل. بصي حاجة بسيطة جدا جدا من الزيت
عشان بس الكبة تلف معاكي، وهتلاقي الدنيا حلوة ان شاء الله وتمام، ما تقلقيش. انا عملت كده على فكرة، انا ضفت حاجة بسيطة جدا من الزيت عشان يلف معاكي وبقى بالشكل ده. واهم حاجة بقى الخطوة دي تضيفي فيجيتار او بقسماط، مهم جدا. معايا كيس بتاع تلاجة فردته بالشكل ده، وباخد بقى جزء كده وباخد المكبس بتاع البرجر، وابتدي احط كيس واضيف كده جزء من البرجر واشكل بقى. عايزه اقول لكم كمان تقدري تضيفي في المكونات فلفل احمر، فلفل اخضر، بصي براحتك بقى، بيدي نكهه حلوه جدا برضو. بصوا بقى بعد ما شكلت، بصوا الشكل بتاعنا جميل جدا، حلو قوي قوي. لسه هقول لكم رايي في الاخر، ما تستعجلوش. هنا بقى هضيف بقى كده اهو، بصوا الشكل عامل ازاي. وهبتدي بقى اعمل واحده واحده كده واخلص كله. عايزه اقول لكم هو يعني عمل معايا، انا عامله تمن مش عامله الربع، عامله تمن من كل حاجه، يعني الحمص تمن والعدس تمن. بصراحه يعني دي كانت تجربه، عشان قلت بصراحه نجحت هقول لكم، ما نجحتش هقول لكم. فاحنا طبعا مستنيين اخر الفيديو اقول لكم رايي. فعشان كده انا عملت بقى، طلعوا قد ايه؟ طلعوا 8 بالظبط. عايزه اقول لكم كمان المكبس كبير، مش صغير. اهو بصوا عامل ازاي، بجد شكله حلو جدا جدا. آه الطريقه حلوه بصراحه، يعني عجباني، انا كنباتيه عجباني. احب اذكرك تذكري الله. كده بقى خلاص انا كنت خلصت اهو. هم عملوا معايا 8 بالظبط. تعالوا بقى ايه، انا شلته في الفريزر شوية، وتعالوا نشوف بقى هنعمله ونشوف الشكل بتاعنا هيطلع ايه، النتيجة بتاعته والدنيا فيها ايه، ورأيك ايه يا صافي فيه. وبجد تقولي بكل صراحة، عشان دي امانة بينك وبين ربنا. هقول لكم والله بكل امانة. بصوا اهو، انا يعني الزيت كان كتير شوية. وهنا بصوا بقى انا قسمته بصراحة، ايه لقيت المكبس كبير فقسمته بالشكل ده، ولقيته بقى بيتقطع معايا. بس خلي بالك ما تقلبيش فيه غير لما تحسي ان هو نشف من تحت شوية، وتبتدي تقلبيه. بس نصيحة ان انت تخليه مقسوم، عشان لو هو كبير كده مش تعرفي تقلبيه. رأيي فيه بقى قصافي ان هو عجبني، بجد عجبني قوي. وطعمه مش باين فيه خالص، ولا حمص ولا آه ولا عدس خالص. عايزه اقولك انا عندي برجر في الفريزر، والله العظيم عملته، يعني عملت ده وقلت لزوجي يلا عشان ناكل وكده. هو بيقول لي ايه ده، البرجر لسه ما خلصش؟ قلت له لا لسه ما خلصش، والله العظيم ما عارف، ولسه لحد دلوقتي ما يعرفش، بس هفاجئه الصبح ان شاء الله. اكيد مش هعمل حاجه واضحك عليه، دي حاجه بيني وبين ربنا لازم اقول له عليها. ولازم اقول لكم انتوا كمان، بجد انتوا كنباتيين لو انتوا بتحبوا الاكل ده بجد، يعني الحاجه دي هتعجبك قوي قوي. بس اهم حاجه ان انت تضيفي التوابل بتاعه البرجر، هي اللي هتدي بصراحه معاكي الطعم دوت. بجد حلو قوي، وان شاء الله اعمله باذن الله، واغير فيه في شويه حاجات كده واقول لكم عليها ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكون قدرت افيدك حتى لو بحاجه بسيطه. ما تنسوش دعموني باللايك الحلو بتاعكم، على فكره ينفع سحور برضو، يبقى خفيف كده وحلو. كل عام والجميع بخير. ان شاء الله رمضان كريم باذن الله على الجميع يا رب العالمين. كده اكون خلصت معاكم الوصفه، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.